معجزات القمص فلتأوس السرياني. السيدة من منوف منوفية تحكي وتقول: كنت أعاني من سرطان في الثدي، مما أدى إلى إجراء عملية استئصال لهذا الثدي، وبعد هذا بدأت في علاج الكيماوي، وقام الطبيب بتركيب جهاز لأخذ جرعات الكيماوي، وهذا الجهاز عبارة عن جزئين: جزء دائري وفيه جزء ثاني عبارة عن خرطوم طوله 22.5 سنتيمتر، يتم تركيبه بجانب الرقبة وعند أخذ آخر جرعة لي. لم يتجاوب الجهاز، فأعطاها لي الطبيب في الرقبة مباشرة، وعند نزع الجهاز من جسدي إذ بالطبيب يفاجأ بوجود الجزء الدائري فقط، أما الجزء الثاني الذي على شكل خرطوم لم يجده، فأجرى لي أشعة، وإذ به يجد أحد أطرافه في أحد الأوردة بجانب القلب والطرف الآخر في البطين. وقرر الطبيب عمل قسطرة لكي يخرج الخرطوم، وبالفعل أدخلني إلى حجرة العمليات وقام بعمل القسطرة، وحاول لمدة 2 ساعات، ولكنه لم ينجح في إخراج الخرطوم. ولما فقت من البنج قال لي: ها نحاول مرة ثانية غدا. فتأثرت نفسيتي جدا، وكنت محتارة ماذا أفعل، وتشفعت بالقديسين، وإذ بابني جاء إلي في المستشفى ومعه كتاب عن حياة أبينا القمص فلتأوس السرياني، سيرته ومعجزاته. قد أخذه من إحدى الخادمات في الكنيسة، وقالت له: اتشفع بأبينا فلتأوس وهو ينجح العملية. وقال لي ابني: يا ماما، ده راجل قديس كبير. وحكى لي بعض من المعجزات الموجودة في الكتاب، وبالفعل تشفعنا كلنا به، وطلبناه بدموع أن يقف معي غدا في العملية لكي يخرج الخرطوم. وفي الصباح الباكر جاء الطبيب وأدخلني حجرة العمليات، وقام بعمل القسطرة مرة أخرى، وإذ بالخرطوم يخرج معه وسط فرحة كبيرة جدا من الطبيب والممرضات، وذلك لحدوث هذه العملية لأول مرة. وعند استخراج الخرطوم وجد حوله كرات دم حمراء، مما كان سيؤدي إلى حدوث جلطات. فشكرنا ربنا يسوع المسيح الذي تمم إجراء هذه العملية بسلام بشفاعة القديسين وصلوات وطلبات أبينا البار القمص فلتأوس السرياني. بركة صلواته فلتكن معنا